السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. بحبكم جدا جدا يا أحلى اخوات في الدنيا. هنعمل مع بعض كده حواوشي الجزار بطريقة سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. اللهم بارك. طبعا معايا نص كيلو لحمة مفروم، معايا 200 جرام من الدهون أو حوالي 150 جرام كده من الدهون، ومعايا طبعا البصل، ومعايا البهارات بتاعتنا التوابل. معايا بهارات حواوشي، ومعايا 7 بهارات، معايا بهارات لحمة، فلفل أسمر، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح، ومعايا واحدة من جوزة الطيب. خلاص. طبعا انا هشتغل كده على الكبه لاني هفرم البصل، عايزاه يتفرم ايه فرم كده. طبعا هنضاعف الكميه، اللهم بارك. يعني نص كيلو ده لحمه ده هنعمل منه يعني ما شاء الله حوالي 12 كده او 13 رغيف من الحواوشي من نص كيلو لحمة. هفرم البصل ده، طبعا انا مكتره البصل جدا، يعني انا حاطه للنص كيلو لحمه حاطه له كيلو الا ربع بصل. هفرمه كده في الكبه، طبعا عشان بس انا عايزاه ناعم قوي. ممكن لو انت ما عندكيش الكبه هتاخدي كل الحاجات دي وتروحي عند الجزار هيفرمها لك وانت واقفه، وشين بصراحه بتبقى جميله قوي. انا هفرمه ناعم كده وهتشوفوا يعني ما شاء الله، يعني بصراحة ربنا كان في منتهى الجمال. طبعا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من انا وبناتي. وبحبكم في الله وبحب تعليقكم الجميلة، ويا رب يدومكم نعمة في حياتي. فيديو بسيط بس انا حبيت ان انا اطلع معاكم عشان وحشيني كتير جدا جدا. آم، هنا بقى فرمت البصل زي ما شفتوا كده. هفضيه كده وهتشوفوه بقى ما شاء الله، يعني فرمته فرم ناعم جدا. هفضيه في صينية في اي حاجة كده، هفضيه واوريهولكوا. بصوا بصراحة ما شاء الله الكبة بتفرمه وبتنعمه جدا جدا. انا مش هعصر البصل خالص لاني هنعمل الحواوشي بتاعنا. انا لما بدخله الفرن ساعات او يعني بسيبه في شوية كده بعصره من المية اللي فيه بصراحة. لكن انا مقدمكم اهو طلعته من الكبة على طول، او هنزل عليه بكل البهارات بتاعتنا واللحمة كل حاجة هننزل بيها. اهو دي البهارات زي ما شفتوها كده زي ما قلت لكم. انا جايبه يعني بهارات الحواوشي دي بجيبها يعني ساعات بجيب بصراحه اللي هي الشركات اللي هي الاكياس، وساعات بجيب بصراحه اللي هي السايبه. برضو السايبه جميله جدا، انا جايبه منها بصراحه من عند العطار. ما شاء الله برضو ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو قوي، بتدي للحواوشي طعم وريحه. الدهون بقى عايزه اقول لكم دهن ليا، اي دهن عندك بقى استخدميه في الحواوشي بيخلي له طعم تاني بصراحه، بيوديه في حته تانية. انا كان عندي كده شويه من الدهون، يعني قطعتهم كده بالمبشره، بس طبعا كانوش مبشورين قوي لانهم كانوا فكين شويه. لكن لما بتبقى مجمده في الفريزر بتجيبي المبشره وتبشريها بتبقى ناعمه جدا جدا. خلصت كده قلبت كده كل المكونات مع بعض، حسيت ان هي بصراحه دلع شويه. حطيت لها كمان معلقه من الملح، طبعا بنظبط ملح هنا وبنظبط كل حاجه. الحواوشي من اسهل الطريقات، اسهل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها في ثواني بصراحه، واكله مشبعه واكله جميله واوفر بصراحة وانضف بكتير. يعني نص كيلو لحمة لو هنجيبه هنعمله في بيتنا افضل وانضف واحسن بصراحة ما هتشتريه من بره، وارخص بكتير بصراحة. يعني دلوقتي رغيف الحواوشي يعني اللهم بارك، يعني بقت كل حاجة بصراحة، يعني الحمد لله. ربنا يا رب يعافينا يا رب من الغلاء اللي احنا فيه يا رب. هنا بصوا بقى خدتها وش تاني، حطيتها كده بصراحة عشان ايه؟ الدهون اللي احنا حطيناها تتنعم معايا واللحمة تنعم برضو. انا عايزاها تبقى زي العجينة كده بالظبط بصراحة. اهي بصوا خدتها بقى وش تاني اهو زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. زي ما قلت حتى لو انت هتعمليه عند الجزار خليه ياخدها لك وشين بالشكل ده. حطيت بقى شوية زيت بصراحة كده بيخلوا اللحمة من جوه مفلفلة وجميلة أوي، وبتبقى بصراحة ربنا حلو. خلصت كده ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى العيش بتاعي. بصوا العيش بتاعنا بقى ما شاء الله اللهم بارك. هفتح كده العيش، بنجيب عيش بقى اي عيش عندك بقى صابح. يعني انا والله جبت العيش دوت، يعني مش ما كانش صابح قوي بس والله كان جميل، كان حلو. جبت فتحت بقى قد الرغيف، دوس عليه عشان ما تقلي فيه. فتحت اول بصراحه بس، وتاني يوم فتحته كده عادي، افتحه عادي كده. عندي يعني فتحه الايد اسهل من المقص بصراحه. اولا مش بهدر في العيش وبيبقى الرغيف زي ما هو سليم اهو بالشكل ده. حابه ان انت بقى تقسمي الرغيف اتنين مفيش مشكله، حابه زي ما انا ما عملت كده الرغيف سليم بالشكل ده. هعمل كل الكميه وهقول لكم عمل معايا نص كيلو لحمه اللهم بارك كام رغيف.
يعني بصراحة أوفر بكتير رغيف دلوقتي الحواوشي، أنا ما اعرفش والله بكام، لأن احنا مش بنشتري أي حاجة من برا، أي حاجة الحمد لله بعملها لعيالي في البيت. بصوا اللهم بارك، كنت بقول لكم ان انا عملت بقى، تعالوا بقى هنشتغل على الطاسه على عين البوتاجاز، ودي طريقتي اللي انا ما بغيرهاش. يعني انا قبل كده عملت الحواوشي في الفرن، بصراحه ربنا مع يعني حسيت اني مش زي اللي انا بعمله على عين البوتاجاز خالص. هنا حطيت شويه زيت في الطاسه كده، ونزلت باول رغيف زي ما انتم شايفين على عين يعني متوسطه، يعني النار متوسطه. حطيت عايزه اقول لكم شويه الزيت اللي انا حطيتهم دول ما تخافوش، مش هيشرب زيت ولا اي حاجه. يعني شويه الزيت اللي انا حطيتهم دول هنعمل بيهم ال 12 رغيف حواوشي. خلاص. طبعا انا حاطه فيه كميه لحمه محترمه كويسه، مش مقلله اللحمه جدا، انا لو قللت اللحمه عن كده كنت هعمل 15 رغيف، لكن انا عملت بصراحه الرغيف كان حلو جدا. ما شاء الله من جوه سميك باللحمه وحلو كده ما شاء الله. اول ما بحس ان هي خدت لون من تحت بروح قلبها ايه على الناحيه التانية، وبفضل اقلب فيها كده. طبعا لو انت حابه تقتصري الموضوع وتخلصي، ممكن تحطي طاسه تانية على العين التانية، وده اللي انا عملته. بصراحه هعمل معاكم كده بعدين، اعمل كده عشان ان انا ايه اعملهم في ثواني. عايزه اقول لكم الطريقه دي انا بحبها جدا. هنا كنت بسخر كده على اساس ان انا احط كمان رغيف جنبيه، بس بصراحه لقيتها الطاسه مش هتاخد رغيفين قصاد بعض، يعني مش هتاخد رغيفين مع بعض. بصوا بياخد لون وبتستوي على فكره اللحمه جدا جدا من جوه. زي ما قلت لكم احنا مدينها وشين، يعني منعيمينها جدا. ما شاء الله يعني حالا بتستوي اهو بالشكل ده، ومقرمش كان جميل اللهم بارك. عايزه طاري هقولك ممكن يعني تغطيه باي حاجه عشان يفضل طري، او تحطيه فوق بعضيه هيبقى طري معاكي. عايزاه ناشف زينا كده، يعني احنا كنا عاملينه في اللي مقرمش وفي اللي طري بصراحه، يعني في اللي حابب كده وفي اللي حابب كده. بصوا طلعته شفتوا لونه عامل ازاي، لونه جميل جدا جدا. بصوا كنت بوريه لكم ظهره ووشه، اللهم بارك حاجه في منتهى الجمال. طبعا بقول لكم هنا ما تنسوش حطوا اللايك، حطوا اللايك. بحبكم جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا، بحب تعليقاتكم الجميله، وما تنسونيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من انا وبناتي. زي ما شفتوا كده اول ما خدت لون قلبتها على عن الجنب التاني كده على طول، بفضل اقلب فيها كده طول ما انا واقفه، وبدوس عليها كده عشان اللحمه تستوي، لو فيها اي ميه ولا حاجه بتطلع. بصوا من رغم ان احنا بقى ايه شو انا قلت لكم انا ما عصرتش البصل ليه، علشان انا هقليه كده في الزيت عشان ما ينشفش بزياده معايا. شويه الميه اللي كانوا في قلب البصل دول يعني برضو خلوا اللحمه من جوه كده جوسي كده وطريه وحلوه، يعني مش ناشفه كده مخشبه لا. ومخلوه كمان يعني الرغيف كان بصراحه جميل، يعني لو حتى اطفال عايزه تاكل منه طاري حلو، ولو حد كبير برضو هياكل منه كده هي طاري هيبقى حلو عليهم. وفي نفس الوقت لو انت عايزاه ناشف زي ما قلت برضو، يعني دي في ايدينا ودي في ايدينا. بصوا كنت بدوس ازاي. هعمل بقى كل الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهنرجع بقى نوريكم الجمال والعظمه اللي احنا عملناها دي. بصوا بصوا شكله ولونه جميل جدا، احلى من الفرن بمراحل بصراحه، وسهل جدا وسريع. هنا بقى جبت صينيه فرشت فيها ورق فويل كده وورق زبده، وهرص بقى عليها الجمال بتاعنا ده عشان ايه نقدمه بشكل حلو كويس كده، يعني ما شاء الله يعني كان في منتهى الجمال. طبعا بلفه كده بالورق زي ما قلت لكم بيفضل سخن لحد ما نيجي ناكل. اه بصوا بوريكم الوش والظهر زي بعض، يعني ما شاء الله سوا كله واحد، اللون واحد، التسوية واحدة، الطعم اللهم بارك حاجة كانت ريحته قلب الدنيا. هنا بقى جبت فحماية عشان نديله ريحة الفحم كده كأنك عاملاه على فحم، يعني مش عاملاه على اي حاجة، عاملاه على فحم. اللهم بارك بصوا الجمال حاجة يعني ما شاء الله، يعني في منتهى الجمال. قفلت بقى عليها كده اهو بصوا، قفلت بقى كده عشان تاخد ريحة الفحم كده ويدي مع بعض الريحة بقى. مش قادرة اقول لكم. الفحمية بنولعها وبنروح حاطين عليها معلقة زيت صغيرة جدا، بتعمل معاكي بقى الدخنة دي وتحطيها بقى كده يعني بتدي ريحة حلوة قوي للمشويات بصراحة والحاجات اللي زي كده. بصوا الدخان بصوا الريحة، مش قادرة اقول لكم بقى، كان نفسي اشممكم ريحته بصراحة. طبعا كان جميل جدا وكانت ريحته حلوة قوي وكان طعمه احلى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بحبكم في الله احلى اخوات في الدنيا، وكانت طريقة سهلة جدا وبسيطة معاكم. حاجة يعني كده حبيت ان انا اطلع معاكم واشوفكم وتشوفوني كده ونسمع بعضينا زي ما احنا دايما كده بنقول، يعني كل واحد فينا بيقول رأيه في التاني بقلب واخلاص، وبنتفرج على بعض كده ونشاهد بعض من غير ما اشوفكم ولا تعرفوني والله، لكن ربنا يعلم ان انا بحبكم جدا جدا من تعليقاتكم ومن كلامكم الجميل اللي بيخليني لو انا مش عارفه مش عايزه اعمل فيديو والله بعمل بسبب كلامكم الجميل. بصوا هنا كنت بقى طبعا كالعاده بندوق.
وانتوا عارفين ان انا على طول بعمل حواوشي لازم جنبيه طحينة، صراحة احنا كده على طول طحينة. وكنت عاملة سلطة بصراحة بس ما صورتهاش. هنا بوريكم بصوا من جوه، بصوا يعني ما شاء الله جميل جدا، متماسك مش طري كده ولا ناشف قوي، لا كان جميل قوي. واللحمه فيه مظبوطه جدا، بصوا يعني كميه اللحمه اللي فيه حلوه قوي، يعني شفتوا من نص كيلو اللهم بارك. افضل واحسن بكتير ما تشتري من بره الرغيف بالشيء الفلاني ومش عارفين بصراحه مصدرها ايه، لا حاجه نظيفه، حاجه موفره. بألف هنا وشفا للي كل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا دي الطحينه احنا بنعملها في البيت برضو ما بنشتريهاش. ان شاء الله هعملها لكم في فيديو قريب. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وموفرة في نفس الوقت. يعني كل حاجة في بيتنا أوفر وأفضل بكتير من بره. بصراحة الدنيا غلا، ربنا يعافينا ويعفى عنكم يا رب، ويرفع عنا الغلاء والبلاء والابتلاء يا رب العالمين.